لا انا في حاجه في زوري يعني مش عارف ازعق قوي النهارده. بص عشان انت على الوقت انت بتتفرج فيها الفيديو ده هكون انا في مركز التدريب في الجيش، فدعواتكم ان شاء الله ان هم يعدوا على خير، واتمنى يعني ما اغيبش عليكم كتير. المهم عندي مشكله، انا شايل هم مركز التدريب على قد ما شايل هم ايه، ان انا هحلق بس يعني دي انا اخر مره حلقتها اصلا كان بجد وانا بعمل الكشف الطبي، وقبل الكشف الطبي انا فاهم كان بقالي مثلا لا يقل عن 5 سنين ما حلقتش. المهم اهلا بيكم يا جماعه، انا كان نفسي ازعق لكم واقول لكم يعني ازيك يا جماعه، اهلا بيكم في فيديو جديد. معلش بص انا جايب اليانسون جنبي عشان ايه فعلا انا زوري وجاني. ممتاز. يعني احنا على مدار الفتره اللي فاتت كان في بقى ترندات متخلفه كتير قوي طلعت، يعني بدايه بالراجل عامل النظافه، يعني مش عايز استخدم المصطلح التاني طلع لما الناس تقول عليه زبال، لا يعني ممكن نقول عامل نظافه عادي مفيش مشكله. سواء الراجل ده يستحق ان هو يبقى نقول عليه بني ادم او لا، دي مش بتاعتي، دي بتاعت اراء شخصيه لكل واحد. بعد كده طلع علينا مثلا حوارات خناقته هو وابن شعبان عبد الرحيم، اللي اتضح في الاخر ان ده جزء من مسلسل بيعملوه في رمضان مش قصتنا. لحد ما وصلنا للاستاذه الفاضله ياسمين اس. وبصوا يا جماعه احنا اكيد طبعا كلنا ملاحظين ان ازاي الفتره اللي فاتت التلفزيون ابتدى يختفي ويجي مكانه الانترنت، اليوتيوب. انترنت يوتيوب بمعنى صح. انت ممكن بقيت تبدل التلفزيون بيوتيوب، ممكن اي حاجه تعملها على يوتيوب او فيسبوك، خلاص التلفزيون مبقاش ليه لازمه قوي غير كاس عالم، فاهم قصدي؟ وحتى ما نتفرج عليه اونلاين، وده لاسباب كتيره طبعا انت فاهم. يعني اول حاجه ان انت التليفون معاك في ايدك دايما، فانت ممكن توصل لاي حاجه انت عايزها. تاني حاجه بالنسبه لي دي الاهم طبعا، ان في بعض الناس اللي بيطلعوا التلفزيون فعلا يا جماعه هبيده في كل حاجه، يعني سواء رياضه، دين، سياسه، كل حاجه هبيده. والله لو اقول لك بكره الجو شمس الدنيا بتمطر، فاهم؟ ففعلا ده فقدوا المصداقيه. يعني مثلا محللين الكوره مثلا عندنا في برنامج بدون ذكر اسماء بتاع الاستاذ مجيب عبد الهادي، جاب فيه بدون ذكر اسماء كابتن ايه اسمه ايه نسيت والله مشيري تابعي، وكانوا بيقارنوا كابتن حسام حسن بهالاند. يعني ما فيش اي مشكله خالص من كل ده، بس الكارثه في ايه ان هم كانوا عن اقتناع هم ثلاثه ان كابتن حسام حسن مع كامل الاحترام ليه احسن من هالاند. هالاند ولا كابتن حسام حسن؟ والله الزمن غير الزمن. يعني لو كابتن حسام حسن موجود في الزمن بتاع هالاند ده اعتقد كان هيبقى هو كابتن حسام حسن طبعا جدا. لو كابتن حسام موجود في الزمن بتاع هالاند ده يعني طبعا حسام حسن. لا وبيقول له حسام طبعا غير الجيل يعني، فطبعا ده يخليك تلعن الساعه اللي انت فيها التلفزيون تتفرج فيها على حاجه زي كده. الله اعلم بقى هم كانوا بيعملوا الترول بقى فاهم، وما اعرفش الصراحه. تاني حاجه طبعا ودي ممكن تبقى من اهم الحاجات ان هو قنوات كتيره بقت ديب ويب. يعني في تيك توك على ويوتيوب كده قنوات ديب ويب، بس يعني القنوات اللي لما تبقى على تلفزيون فاهم ويبقى مثلا بيتفرج على اعلان ويجي في وسطه فيلم، دي برده غريبه. المذيعين او اللي بيطلعوا يقولوا حاجه تثير الجدل، ومن هنا بقى جت حلقه النهارده اللي هي بتاعت الناس اللي بيطلعوا يقولوا حاجات تثير الراي العام. وانا مش بتكلم على فوائد رجلين الفراخ، وانتوا عارفين انا كنت في الصين مثلا في 2018، انا شفت رجلين الفراخ دي نتقرف، والله العظيم كانت فريش كده بره فاهم، حاجه تحفه. فاحنا كل فتره بيطلع عندنا ترند مثير للجدل، يعني ابتدينا مثلا نقعد الشربيني كده عبد الله الرشدي، طبعا هم صح غلط مش قصتنا، وانتهينا بالاستاذه ياسمين يا جماعه. يعني انا بصوا نحكم عقلنا بقى النهارده، انا واحد جاي اوصل معلومه مش هقول ان هي صح ولا هي غلط، اوكي؟ رأيي انا الست دي بحبها الصراحه. من هي الاستاذه الفاضله ياسمين عز؟ ياسمين عز هي مقدمه برنامج مصريه تقدم برنامج كلام الناس عن ام نص عادي، كل ده عادي. المهم يعني ان هي عشان برضه نبقى على ميه بيضاء، هي ابتدى عليها الجدل من ساعه ما بعد دفاعان عريس قام بضرب زوجته في ليله زفافهم، وطلبت النساء بمسامحه الازواجين في حاله عنيفهن. ده ابتدى الحوارات يعني متكلمه ان هي سيده التعبير، بس كده اكيد تسمعوا عن رضا الشربيني، هي عكس رضا الشربيني تماما، اوكي؟ بالعكس انا في حاجات كتير رضا الشربيني بتقولها والله انا بقعد الطف فاهم، اغمس في اسداس، وفي حاجات كتير فشخ بتفق معايا. هي الفتره اللي فاتت يعني كنت مثلا اتكلم مع الناس سواء بقى رجاله ستات، اقول لهم يا جماعه بتسمعوا ياسمين عز الاقي كله ايه اللي بيسب ويلعن، وحاجه جميله جدا. انا طب انتوا ايه؟ انا واحد ما اعرفهاش مثلا ايه نقطه الخلاف؟ يقولوا لي سايز زباله مثلا، ايه اصل هي متخلفه. ايوه ايه انا والله هو فعلا انا مش ببقى عارف زي كده مثلا ايه، زي فيديوهات اندرتيت كده اللي هو الواحد كان يمشي في الشارع يقول مثلا يسال الناس انتوا بتكرهوا اندرتيت؟ ده ابن كذا ابن كذا، طب بتكرهوا ليه؟ بالظبط. هو انا ده ملاحظ والله ياسمين فعلا. انا الفتره اللي فاتت قلت كده ايه اخد اسمع راي الناس، لقيت كل بيكرهها الغرض، يعني انا بكرهها بسبب ان انت بتكرهها، وانت بتكرهها بسبب ان صاحبك بيكرهها وصاحبك بيكرهها. عقبال ما حطيت ايدي على السبب قلت بقى ايه يعني الموضوع فيه بعض الاختلافات، وده اللي احنا جايين نتكلم فيه النهارده بعد الانترودكشن الطويله يا جماعه. لا انا زوري فعلا مجاني. فطلعوا عندنا مثلا اول فيديو ياسمين عز تشرح لاول مره اتيكيت التعامل مع الزوج، اول ما تدخل البيت تقومي تقفي انتباه، اوكي؟ طبعا التايتل يبان غريب والله بجد، اللي هو اكيد انت مش هتقف انتباه برضه فاهم قصدي، بس يعني اللي هو قصدها اديله احترام. والله احنا فعلا مش هناخد الكلام بالمعنى الحرفي، هناخد باللي هو احنا ربنا ادانا دماغ فكر بيها. المهم انا مش بدافع عن الست
والله العظيم يا مسائل. في حاجه اسمها اتيكيت التعامل مع الزوج، مش محتاجه اقوله، معروف ان الرجل نعمه من نعم ربنا زي الاكل والشرب. هو ايوه الكلام ده يضايق في ايه؟ الكلام ده يضايق في ان احنا نعمه، والله العظيم ما بهزر، والله ما بهزر، احنا نعمه، هي ست طلعت قالت احنا نعمه، لو راجل طلع قال ان الست نعمه اتظبط. يعني هي قصدها هنا طبعا ان احنا رجاله بتتشبه بالاكل، يعني احنا ده شيء بيتاكل. ودخل، سمعتي المفاتيح ودخل من الباب فورا من غير ما يشاور لك. طيب ممكن نتكلم في وقت تاني؟ او طيب ممكن نتكلم في وقت تاني، بصراحه دي لو حصلت معانا انا هشك فيها. انا معلومه بيضاء ياسمين الصراحه انا مش معاك في دي، ده تشك فينا كلنا، فاهم والله. علشان الفرعون الصغير الكبير وصل. بصوا هنا طبعا موضوع كلمه الفرعون الصغير الكبير، يعني احنا مش هناخدها بمعنى الحرفي، فاهم يعني احنا ومش بدافع والله، بس احنا ممكن ناخدها بمعنى ايه، اللي هو لما لقيتيه دخل اديه اهتمام، حساسين ان هو فعلا يعني دخلته ليها هيبه، وده والله العظيم غلط. يعني ايه، انا مثلا انا ست مثلا جوزي دخل مثلا، انا قاعد رجل على رجله مديها رجلي الباب دخل ماشي يا زي ما، لا مش حلو، هيدا معنى كلام اكيد مش قصدها تقول له فرعون الصغير الكبير وصل. ممكن تقول ان هي معانا مثلا دلعيه، والله انا تاني انا مش بدافع عنه، انا الست اللي بتقول كلام زي الفل من غير ما يبص ولا يرمش ولا يعمل لك كده. هو لازم يحس ان دخوله ليه هيبه. دخل مدياله ظهرك، لفي وشك على طول لجوزك، حتى لو هتطلعي تروحي تقولي حبيبي حبيبي الحمد لله على السلامه. اهو وحياه ربنا الكلام صح، اقسم بالله ما في حاجه غلط. انا برضو عايز اعرف فين الغلط في الموضوع. طب عايز اخش الكومنتس كده اشوف هي بتقول ايه. انا هموت والله من الولايه دي يا جماعه، هي بتقول ايه غلط؟ انا مش من الناس اللي هو بطلع بمشي ورا الموجه وخلاص. الفيديو ده ماليش دعوه، ممكن تكون هي قالت حاجه غلط قبل كده، بس مثلا هنتكلم عن الفيديو قالت ايه غلط في الفيديو ما عدا ان هي طبعا الفرعون الصغير الكبير، انا والله مش هاخدها ان هي قصدها كده، يعني اكيد هي قصدها اللي هو كلمه اللي هو دلع بتاع كده، فاهم؟ زي مثلا استاذ، اكيد مش هتنادي له استاذ محمد يعني. او والله واحد بيقول والله العظيم انتوا بتغيروا منها، ولو هي فعلا بتتكلم من جواها ساعتها هيكون حلم حياتي عيش معايا واحد فقط. نصون انا بتفرج عليك عشان اضحك بجد، بتضحكيني من قلبي، والغريب انك بتتكلمي جد. يا جماعه فين الغلط؟ فين الغلط في الفيديو ده؟ طب يا ستي انا خلاص مش ماليش دعوه في الفيديو ده. طب انا مثلا عايز اروح على فيسبوك، تعالوا نروح على فيسبوك كده ونشوف والله الناس بتقول ايه. صرح المستشار كمال الشاعر انضمام لفريق الدفاع عن الاعلاميه الجميله وانا كمان باسورد. مثلا درس قاسي من مايا مرسي لياسمين ياسر، تاريخك هيشوفوا ولادك ولن يكونوا فخورين. من اللي انا شفت لحد دلوقتي لا والله ما فيش اي مشكله، ما تقديمي ليس له اي صله بالاعلام الحقيقي. يعني طب والله العظيم مش قصدي حاجه ضد الشركه بتطلع شرشم للرجاله، يعني ما طلعناش صحنا، يعني انا والله بتكلم بجد. انت عارفين بتدي فكره الاحترام بين الطرفين ازاي؟ اللي بتقول تحترميها الله يخش ازاي؟ والله العظيم بجد ازاي؟ والله انا واحد دلوقتي فانا ما اعرفش اي حاجه، دخلت شفت الفيديوهات وشوف الناس ليه بتنتقدها، ايه الفيديوهات مثلا اللي ادت الى كده. تاني فيديو مثلا قد يكون اثار بعض الجدل. اي حد جوزها مهندس لازم تحسسه بالدفء والحنان، ده اللي هيجوز. التايتل انا مش شايف فيه حاجه غلط، والله انا مش شايف فيه حاجه غلط. تمام واحده جوزها مهندس، المهندس ده لازم تحسسيه بالدفء والحنان. المهندس بتكون خلي بالك حياته جافه، كلها مربعات مثلثات مستطيلات مساطر، محتاج يرتاح بعد التعب. ماشي تمام. محتاج مراته تحسسه بالانسيابيه والحنان، حوطيه ودفيه. والله انا ما مرتاح حتى والله العظيم. ماشي يعني نقول يا ياسمين بروزيه كده في قوسين مفخخين. هي مش قصدها تبروزي ياسمين، يعني علقي مروان، يعني علق لي كده يا سيف هنا مروان بين قوسين، فاهم؟ اكيد مش قصدها كده، فاهمني؟ يا باشمهندس احمد باش من البشويه. ايوه انا بسيط. مهندس شهادته تعليمه احمد شتوي احمد. هو اكيد مش هتلاقي عليا في البيت كده. في فيديو على تيك توك اللي هو مثلا واحده بتاكل جوزها، فاول خياره باين وجعت له اسناني واستاذ مش عارفه الخياره جامده عليه. الف سلامه يا استاذ محمد. اتفضل. عادي، والفيديو وين فايرال والناس حبوا وديسكو دي فاهم قصدي ايه، والايموجي ده. طب ايه بقى لما تيجي غلط؟ انا مش فاهم والله. يبقى يا باش مهندس احمد وتفخمي على قد ما تقدري. ده فين الغلط؟ انا فعلا مستني غلط. باشمهندس احمد يقدر يعمل لك ايه في الحياه؟ الباشمهندس احمد يقدر يعمل لك كل حاجه واي حاجه في الدنيا في اي وقت وفي اي مكان. يا ما تجيش تقولي لي مثلا يعني صفرني، فاهم؟ دلوقتي حالا لا مش الدرجه دي. هو ده اخر باش مهندس احمد؟ لا طبعا هتفخمي زياده قدام صحابك. تقولي لها ايه بقى؟ مش بس كده، استني، هو انا ما قلتلكيش؟ تقول لك ايه ده عمل لي جنينه معلقه. يعني على دي لا تعليق الصراحه، انا ايش تمام، بس عادي يعني جت عليها. المهم وبشيل الدم الممنوع وحسام حصل احسن من نعمل دي، جت عليها صباح الفل. تانية بقى ودانها هتطقطق كده زي الارنب، وهتقول لك ايه عمل لك ايه، فتقولي لها ايه بقى؟ تخيلي فتح لي البلكونه على النيل. ايوه اعمل، بس دي هعملها ازاي؟ عارفين الفيديو اي دونت هاف ذا ابيليتيز فروم ذات يوم. بص يا جماعه ممكن نسكيب الفيديو ده عشان انا يعني مش هعرف ادافع عن الاستاذ. الاستاذ هنا خالص صراحه، بس يعني
بعد كده طول بقى برضه في نفس الوقت طلعت الناس تسال اللي هو طب يا جماعه، يعني انت لما تكون قاعد بتتكلم مع شخص مثلا هو بيستخدم بعض المصطلحات، بتبقى عايز تعرف المصطلحات دي معناها عشان تكون معاه نفس الخط. الاستاذه ياسمين جوز بتستخدم مصطلحات الصوت الصيفي والصوت الشتوي كتير. طالما واحد انت تسالني تقول يعني ان انا صوتي بيتغير في الصيف مثلا، هي نفس الجرى. بس الكلام ده مش لينا احنا، هي بتبقى قصدها عن خامه الصوت. انت خامه صوت ايه؟ يعني في فيديو اللي هو واحده بتسالني ليه صوتك سهتان، الاجابه ببساطه انا صوت خامته شتوي نقطه. بنتسأله او بتسأله كتير، تلاقي حد، لا مش حد، هو مش حد، هي واحده، تلاقي غالبا بتكون واحده غاروا منك بتقولي كلام بيعجبني وبحترمه، بس اصل صوتك سهتان، انا صوتي شتوي، خامته شتويه. هادي. يعني ايه الكلام ده؟ في اصوات شتويه واصوات صيفيه. اكيد. الصوت الشتوي ده بيكون زي صوتي كده، ناعم ودافي، نايمان، سهتان او نعسان شويه. هادي. اما الصوت الصيفي بيكون صوت عالي شويه، حاد، مزهزه، مصحصح طول الوقت وما بيفصلش. حلو قوي. هنا الست بتوصف ان هي صوتها شتوي. يا عم هي حره، والله هي حره. انتوا ما حضرتوش مدحت شلبي في مودرن سبورت ولا ايه يا جدعان؟ يا نهار اسود. اصل كان بيشتغل استورجي. طب لمع كلامك ده. ده ولا حاجه والله. هتسألوني دلوقتي وايه النوع الأحلى، الصوت الشتوي ولا الصوت الصيفي؟ الشتوي طبعا. ليه؟ ايوه. هقول لكم وبدون انحياز وبكل تواضع ان طبعا خامة الصوت الشتوي هي الأحلى، مش بس لأنه دافي وناعم، ولكن كمان لأنك أول ما بتحبي أو تتخطبي بتستعمليه وتحولي صوتك في جزء من الثانية مع خطيبك في التليفون للصوت الشتوي، تقولي له ألو أحمد ازيك عامل ايه؟ اصل الو انت فين؟ يعني لا بصراحه اكيد مش هنسبورت حاجه زي كده. عايزين نروح كده في الكومنتس، وايه حاطط ايه قرآنية في ايه؟ هي كفرت فوق ادعوا لي من نجاح في الجامعه دعوه 40 غريب مستجابه. ايه يا ساندرا في ايه؟ من نجاح لنجاح يا اجمل بنت في مصر. ماشي هتعملي حلقه عن الحضاره الصوتيه. انت الناس بتتريق، مش ضدها، بس اكتشفت الناس فرحانه جدا ان هي اتحولت للتحقيق. يعني فعلا لا والله انا لو بفهم قانون يا استاذه ياسمين انا كنت جيت دفعت عنه الصراحه. المهم الفيديو ده اثار الجدل جدا 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 الصراحه، وانا جاي هنا عشان اشرحه بالنسبه عن الاستاذه ياسمين عز. لما هي بتقول ياسمين عز للستات بتزعقي لجوزك ليه عشان بيدوس على سجاده الصالون بجزمته، ما هو جايبها بفلوس. ماشي طبعا التايتل مثير للجدل، ده شيء اساسي. اول ما يشوفك يحس ان هو ساب الضغط والقرف والتعب والمشاكل بره البيت وداخل بقى الجنه بتاعته. ما بيحصلش. مش اللي هو لا اوعى تدخل تدوس على السجاده اقلع الجزمه بره، سجاد ايه؟ ما هو جايبها بفلوس. تسلم والله العظيم. ماشي نخش في المختص المفيد بس اهي. بصوا يا جماعه يعني فعلا اتفرجوا على اول دقيقتين 26 ثانيه دول وقولوا لي والله انا هسكيبها عشان يعني ما نلمش الفيديو حاجات. هي اكيد مش قصدها ان الست تقعد تغسل في السجاده اليوم كله واجي انا ادوس على السجاده، اكيد هي مش قصدها كده ولا بفلوسي. لا هي قصدها اللي هو راجل جاي تعبان من الشغل وانت اكيد تعبانه وانت بتغسلي السجاده، فانا لو اكيد انا مش قصدها بتدوس على السجاده، فانا تسيبي دوست عليها ما تقوليش يعني محمد صاحبي فاهم اللي هو خلاص يعني خلاص سوق الدنيا. انا كده بطبل لها والله بجد انا خدت الفيديوهات كده، انا استقبلت انا فهمت الفيديوهات كده بس. وانا فعلا انا شايف نكتفي. لا انا فعلا هكتفي كده. بصوا يعني انا كنت لسه في كام فيديو يعني في فيديو 2 هنتيكت فروم هير شفت ان في بناغد اتقدم ضدها. على العموم انا فعلا يعني لحد دلوقتي ما شفتش كلام مهم ليها الصراحه. يعني في بوست بس بيقول لك لو جوزك عايز يطفي السيجاره والطفايه بعيد خليها تطفيها في قفاكي. ده يا جماعه ده فوتوشوب ايه؟ مش فوتوشوب ده فيفا فيديو كوين ماستر والله يا برنامج الرسام والله. طبعا احنا والتيكت فروم هير. اتمنى يا جماعه الفيديو يكون عجبكم. وده والله العظيم رايي الشخصي. انا لو انا اسف الموضوع ده حد والله بس رايي انا الست دي بحبها الصراحه طالما او مش شايف ان صراحه 200 الست يعني من اللي انا اتفرجت عليه فالفيديو اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنساش تعملوا لايك كومنت سبسكرايب تشوفوا الفيديو. حد يشوف الفيديو الجاي. يلا السلام عليكم. السلام عليكم.